نظرة، كلمة، إعجاب. جمال البدايات يا معلم. بداية أي حاجة جميلة زي الرحلة بالظبط. وانت رايح الرحلة بتبدأ تشوف شخص جديد، حد جديد، حاجة أول مرة تعملها، بتبدأ تنبهر وتبدأ تشوف اللي قدامك من غير أي فلاتر، كأنه كامل مكمل، كله عاجبك من غير ما تعرف عنه أي حاجة. مش شرط يكون ده حب انت بتسميه حب، ولكن هو ممكن يكون احتياج، هروب من وحدة، إعجاب باللي ناقص عندك، أو تتعلق علشان هو حسسك إن أنت مهم. ودي المرحلة التانية. بعد كده تحاول تتأقلم على كل جديد عليك، بدأ يظهر منه بعض الحاجات اللي ما كنتش واخد بالك منها. تبدأ تقدم تنازلات وتعدي، مش علشانك، علشانه هو. العلاقة دي بالنسبة ليك حلم انت عايزه يكمل ويتم، بس في الحلم ده انت مش بتخسر حاجة غير نفسك. ليه؟ علشان تحافظ على الحلم. في الوقت ده انت بدأت تحس بشيء مختلف عن الأول، حيرة ورغبة كمان بتقولك كمل. أسئلة بتدور جواك وملهاش إجابات. هو حاسس بيا زي ما أنا حاسس بيه؟ ودي لحظة بقى كأنك كنت نايم كده واخد غفلة وصحيت. في حاجة كده في العلاقة مش مريحة، مش مريحاك، بس مش قادر تحددها وبتكمل رغم الألم. فراق ورجوع، زعل وخضوع، بس بتاع الأول ما بيرجعش تاني. اللي هو الشعور الأولاني ما بيرجعش تاني. في حاجة انكسرت في العلاقة مش هتعرف ترممها، في وجع، في ألم. ونبدأ بعد كده مرحلة جديدة، هدنة بقى كده أو انفصال مؤقت. بتبعد وبترجع في العلاقة دي مش علشان انت اتغيرت، لا، علشانك مش قادر تواجه الحقيقة. بس خلاص لما بتقرر تاخد خطوة بيكون العلاقة انتهت. مش بس نهاية الحب، دي نهاية للدور اللي كنتوا بتلعبوه مع بعض. وتبدأ المرحلة الأخيرة في العلاقة، ويبدأ الشخص بقى عنده وعي أكتر، وعرف إن مش كل حب بيبقى هو حب فعلا، ممكن يكون احتياج. وتبدأ المرحلة الأخيرة في العلاقة وهي مرحلة الوعي. في طرف من الأطراف فهم وبقى عنده وعي إن مش كل حب بنسميه حب يبقى هو حب، ممكن يكون احتياج. ومش كل نهاية لازم تنتهي زي ما أنا عايز. ممكن تسيب شخص علشان خاطر انت تعرف تكمل في الحياة وهو كمان يعرف يكمل حياته. ومش كل علاقة لازم تنتهي النهاية اللي انت عايزها. ممكن تسيب نفسك علشان تلاقي نفسك، وتسيبه علشان يلاقي نفسه. وتقدر تقول كده بقى ان دي مراحل تكوين العلاقة. وتعالى اما اقولها لك في خلاصة كده سريعة. انبهار يخليك شايف اللي قدامك ملاك ما بيغلطش ولا غلطة. تاني مرحلة تندمج وتنسى نفسك في العلاقة علشان تكسبه. تصحى بعد كده على أسئلة ملهاش إجابة، وكأنك كنت نايم وصحيت. هو بيحبني زي ما أنا ما بحبه؟ هو بيشتاق لي زي ما أنا ما بشتاق له؟ تقعد أو تكمل بس وانت واعي. اسأل نفسك أنا في أي مرحلة في دول؟ ولو فضلت ماشي كده أنا رايح على فين؟ علشان لو فضلت ماشي كده زي ما انت هتفضل جوه الدايرة. أما لو كنت واعي وانت في قلب الدايرة، على الأقل مش هتتوجع كل مرة. بس كده، سلام.